لافاك والتكوين هما من أكثر الآفاق اللي تيديرو التلاميذ من بعد الباك. نجيو نشوفو الفرق بيناتهم. بالرغم من أن بزاف منا كينقصو من القيمة ديال لافاك أو الجامعة، إلا أن أكثرية الطلبة كيديروه، وأي واحد سولك شنو درتي غتسمع الجملة الشهيرة: لا فاك زيرو آفاق، لا فاك زيرو آفاق، لا فاك زيرو آفاق. واخا هكاك حتى التكوين كيعاني من الشوماج، إلا أن لافاك محكورة بزاف. اما بالنسبه لي انا كنفضل لافاك على التكوين، بحكم انني قريت في لافاك، وبحكم كنعرف بزاف ديال الاصدقاء توجهوا للتكوين. وهنا كندوي على العقليه او الناحيه التفكير ديال الطالب، ماشي الناحيه ديال الافاق اللي فيهم. فالتكوين كتقرا غير على التخصص ديالك، يعني الطالب تيكون منغلق. فمثلا الا خدينا التخصص ديال الميكانيك او الدبلوم ديال الميكانيك، فهو ما غاديش يقرا على الثقافات الاخرين ولا يقرا شي حاجه ديال الفلسفه، فهو غادي يقرا غير داكشي اللي متعلق بالميكانيك. وزيد عليها التكوين كيعامل الطلبه بحال التلاميذ من ناحيه ديال الغياب، على عكس الطالب في لافاك فهو كيكون منفتح على مواضيع وعلى مجالات كثيره. فمثلا الا شفنا التخصص ديال الانجليزيه، بحكم انني كنديرها، فكنا كنقراو على الفلسفه وحتى على الثقافات الاخرين بحال الثقافه الامريكيه والاوروبيه، وحتى السيستم باش خدامين الكليات. فكيكون عندنا وقت الفراغ اللي يمكن لينا نقراو فيه على بزاف ديال الحوايج. وحتى الوجود ديال الفصائل في لافاك كيخليك فضولي باش تقلب على منين تبناو الافكار ديالهم، بحال نيتش، كارل ماركس، تشي غيفارا، وحتى الاشتراكيين. وزيد عليها الحريه اللي كتعطي لافاك، فكتخلي الطالب مسؤول على راسو. مثلا الغياب ما كانش، ورغم ذلك الطلبه تيحضروا المحاضرات. وبلا ما نساو ان لافاك كتربي فيك الروح ديال النضال. فكنشوفوا ان الجامعات ديما تيكون فيهم اضرابات ومظاهرات كيطالبوا فيهم الطلبه بالحقوق ديالهم، على عكس التكوين اللي قليل فين كتكون شي احتجاجات. كخلاصه، لافاك كتخليك تكون مبدع ومختلف ومنفتح على بزاف د المجالات. اما التكوين فكتدخل كتقرا التخصص ديالك وكتخرج، يعني الناحيه ديال الافكار ما كيتبدل والو. هذا غير الراي ديالي، واللي عنده شي راي يخليه لينا في التعليقات.